ازاي ممكن 100,000 دولار يتحولوا ل 46 مليون دولار؟ مايكل سايلر هو رجل أعمال وملياردير أمريكي، بيحكي إن عنده بيت في ميامي سعره سنة 1930 كان 100,000 دولار، والنهاردة في 2025 سعره تخطى ل 46 مليون دولار. وده من أوائل الناس اللي بتنصح إن بلاش تحط فلوسك في البنك، وإن فلوسك لو كانت بالدولار هي بتخسر سنويا 15% من قيمتها، وده لو كانت بالدولار فما بالك بقى بالعملات التانية. وفي زي مايكل سايلر كتير ناس نصحت ان الناس ما ينفعش تحط فلوسها في البنك، وان البنك ده لازم يكون اخر حل ليك لو فلوسك ما تجيبش عقار، وكل المكسب اللي حققه ده كان مجرد زيادة في سعر العقار نفسه، ما بالك بقى لو كان بيأجره من سنة 1930. ببساطة العقار لازم نتعامل معاه على انه لونج تيرم انفستمنت، وان بعد سنين كتيرة قوي السعر بيتغير تماما. وكمان هو بيعتبر من انواع الاستثمار قليلة الخطورة او اللو ريسك انفستمنت، يعني استثمار وامان وزيادة للفلوس ومصدر كمان للدخل. فايه اللي يخليك تسيب فلوسك في بنك حد تاني شغالها لك؟ وممكن ناخد المثال ده على اخر 10 سنين بس، العقارات كانت فين وبقت فين، ونفس الكلام بعد 10 سنين الدنيا هتتغير تماما. فلو قدامك فرصة دلوقتي ما تسيبهاش تفضل تأجل. انا جاسم وليد، مستشارك العقاري، ولو محتاج اي استشارة مجانية كلمني في اي وقت.